مرحبا بكم في قناة المعرفة. اليوم سنروي لكم واحدة من أغرب القصص التي لم يجد لها العلم تفسيرا حتى يومنا هذا. قصة رجل اختفى في ظروف غامضة، كنه عاد بعد 100 عام دون أن يتغير فيه شيء. هل هذه حقيقة أم خيال؟ لنكتشف ذلك معا. في عام 1923 كانت تركيا تمر بمرحلة تحولات كبيرة، وكانت القرى تعيش حياة بسيطة بعيدة عن تعقيدات العالم الحديث. في إحدى هذه القرى الصغيرة عاش خالد، شاب في الثلاثينيات من عمره، يعمل مزارعا ويحب التجول في الطبيعة. ذات يوم خرج خالد إلى الغابة القريبة ليجمع بعض الأعشاب الطبية لوالدته المريضة. كانت الغابة هادئة، ولكن كلما تعمق فيها بدأ يشعر بشيء غريب. فجأة سمع صوتا خافتا يشبه الهمس، كأنه يأتي من بين الأشجار. هل هناك أحد؟ سأل بصوت متردد، لكن لم يرد عليه أحد. مع ذلك لم يكن وحده. شعر بقشعريرة تسري في جسده، وكأن أحدهم يراقبه. ثم لمح ضوءا خافتا ينبعث من بين الأشجار. لم يستطع مقاومة الفضول، فاقترب أكثر. وما إن وضع قدمه داخل دائرة الضوء حتى شعر بدوار شديد وسقط على الأرض مغشيا عليه. عندما استيقظ خالد كانت الشمس قد غابت، لكنه لاحظ شيئا أغرب. الغابة لم تكن كما تركها. الأشجار أصبحت أكثر كثافة، والهواء كان أثقل، وحتى الأصوات كانت مختلفة. حاولوا العودة إلى قريته، لكنه وجد الطريق قد اختفى. لم يكن هناك أي أثر للمزارع أو البيوت الطينية التي يعرفها. عندما وصل أخيرا إلى حيث كانت قريته، كانت الصدمة بانتظاره. لم تكن هناك قريته، بل مدينة حديثة مليئة بالمباني العالية والسيارات الغريبة التي لم ير مثلها من قبل. الناس يرتدون ملابس مختلفة، ويتحدثون بطريقة لم يفهمها تماما. اقترب من أحد المرة وسأله: أين أنا؟ ماذا حدث لقريتي؟ نظر إليه الرجل بغرابة وأجاب: أنت في عام 2023. شعر خالد أن الأرض تهتز من تحته. كيف يمكن أن يكون هذا حقيقيا؟ لقد كان في الغابة لبضع ساعات فقط، فكيف مرت 100 سنة؟ تم نقل خالد إلى المستشفى لفحصه، وهناك كانت المفاجأة الكبرى. بصماته كانت متطابقة مع سجل قديم لرجل يدعى خالد حسن، مفقود منذ عام 1923. الأطباء لم يجدوا أي تفسير لحالته. جسده لم يتغير، لم يكبر في العمر يوما واحدا، وكأن الزمن توقف بالنسبة له. لكن ما صدم الجميع أكثر هو ما قاله لهم: كنت في مكان غريب. لم يكن هناك شمس ولا قمر، فقط ضوء غامض يحيط بي. لم أكن وحدي، كان هناك آخرون، لكنهم لم يتحدثوا، فقط نظروا إلي. ثم استيقظت هنا. هل كان خالد ضحية تجربة غامضة؟ هل دخل في بوابة زمنية؟ أم أن هناك قوى غير معروفة تحكمت في مصيره؟ هل تعتقدون أن خالد انتقل عبر الزمن؟ أم أن هذه مجرد أسطورة انتشرت عبر السنين؟ هل هناك قوى خفية تتحكم في الزمن؟ أم أن العلم سيفسر ذلك يوما ما؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وإذا أعجبتكم هذه القصة الغامضة لا تنسوا الاشتراك في القناة.